أهلا بيكم. وصفتنا النهاردة أهم وصفة في تربية ولادنا واللي بتكون ليها تأثير على حياتهم كلها، وهي إزاي نحبب ولادنا في الصلاة. ورقة وقلم واكتبي بقى معايا يا ست الكل أو سيفي الفيديو. محتاجين في البداية نفهم ولادنا يعني إيه صلاة وإيه هي أهميتها، فنقول لهم إن الصلاة هي الصلة بيننا وبين ربنا، وإنها ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة، وإن ربنا بينادي علينا في اليوم 5 مرات، ونسألهم هل لو بابا بينادي علينا ممكن نطنشه؟ ولله المثل الأعلى. لازم نعرف كأب وأم إننا مسؤولين عن تربية ولادنا وتعليمهم الصلاة، وإننا هنتسأل عليهم، وما نقولش لما يكبروا لأن من شاب على شيء شاب عليه. في أفكار كتيرة الأنشطة بتحبب ولادنا في الصلاة، زي جدول الصلاة أو أبليكيشن المؤذن أو حتى لوحة التحفيز، ونشجعهم لما يلتزموا. لو لقيت إن ابني بينشغل عن الصلاة باللعب أو المذاكرة، أسأله هو اللعب أهم ولا الصلاة؟ طب لما ربنا يسألك كنت بتعمل إيه وقت الصلاة؟ هتقول له كنت بلعب؟ ونفهمه إن ربنا هيوفقنا في المذاكرة لو صلينا. خلينا فاكرين إننا قدوة لولادنا، وبدل ما أقول لابني قوم صلي أقول له يلا بينا نصلي جماعة. وأخيرا نبعد عن العنف علشان الطفل ما يعندش ويكذب أو يكره الصلاة. استنونا الوصفة الجاية.